في السابق كان الناس يعتكفون أكثر من الآن، والآن لا يعتكفون بحجة الانشغال، وبعضهم له الحق في ذلك، فعلا ينشغل بأمور كثيرة. لكن الآن ألا ترون أننا جميعا في فترات معينة نسافر ونفارق الأهل ونفارق الأولاد؟ بعض الناس ممكن سفره يومين، بعضهم 5 أيام، بعضهم أسبوع، بعضهم شهر، وبعضهم أكثر بعضهم أقل، بس نسافر. تقريبا كلكم تسافرون إلا من رحم ربي. يا أخي سافر إلى المسجد، اعتبره سفرا، خذ حقيبة، خذ جوازك معك، وإذا بالخليج خذ بطاقتك المدنية، صحيح، وقل لأهلك إني مسافر إلى المسجد، ستفقدوني يومين 3 أيام سأكون في المسجد، مع السلامة. اعتبره سفر، وخذ إجازة من العمل. إذا كان البعض يشتكي من العمل وبعض الطلب من الدراسة، الآن ما في دراسة، وبعض الناس يشتكي من العمل، خذ إجازة من العمل، كما تأخذ إجازة للسفر خذ إجازة للاعتكاف، إجازة رسمية، خذ إجازة يومين 3 حسب ما تريد أن تعتكف. تريد أن تعتكف العشر كلها خذ 10 أيام، 7 أيام خذ 7 أيام، لكن المهم اعتكف يومين 3 4 5، اعتكف، طلق الدنيا، تفرغ لنفسك لحاجتك أنت، لقراءة القرآن، للذكر، للدعاء، للتأمل، للتفكر، اعتكف. هذه السنة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نحن بأكثر أشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف العشرة كلها، وأحيانا يعتكف في شوال إذا ضاق عليه رمضان صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام صلى الله عليه وسلم. خذ إجازة واعتكف يومين أو 3 أو 4 أو 5، والحمد لله أهلك يدرون بقربك. خل تلفونك معك، شغلة في فترات معينة تتصل عليهم، أو استعمل معهم فقط نظام الرسائل. المهم تفرغ لنفسك أنت بحاجة، نحن بحاجة لهذه العبادة، نحن بحاجة إلى أن نتفرغ لأنفسنا، أنفسنا بحاجة إلى أن تربى، والمعتكف باب عظيم جدا لتربية النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا.